تخيل أنك واقف أمام ساعة يدك، عقاربها تتحرك بانتظام ثانية تليها ثانية وكأنها لا تخون الدقة أبدا. لكن هل تصدق أن هذه الساعة لو اقتربت بها من نجم ضخم فإنها لن تدق بنفس الوتيرة؟ ليس لأن بطاريتها ضعفت، بل لأن الزمن نفسه تغير. في قلب الكون أمام عمالقة النجوم والثقوب السوداء لا يسير الزمن كما نعرفه. الوقت هنالك ينحني، يتباطأ وينقسم بين عالمين، عالمك أنت وعالم من بقي بعيد عن تلك الجاذبية المهولة. اليوم في الحلقة الثالثة من أسرار النسبية سنكتشف سرا من أعمق أسرار الكون، كيف يمكن للجاذبية أن تبطئ الزمن، وكيف لرحلة قصيرة قرب نجم هائل أن تجعلك تعود شابا بين من تركتهم ورائك صاروا شيوخا. قبل أينشتاين كان نيوتن قد وضع صورة أنيقة للكون: الأجسام تجذب بعضها بقوة غير مرئية اسمها الجاذبية. التفاحة تسقط لأن الأرض تجذبها، القمر يدور لأن الأرض تمسكه بحبل خفي. لكن هنالك سؤال لم يجب: كيف تنتقل هذه القوة؟ ولماذا تسافر فورا بلا وسيط؟ ثم جاء أينشتاين ليقلب الطاولة. الجاذبية ليست كقوة على الإطلاق، بل هي مجرد نتيجة لانحناء نسيج خفي اسمه الزماكن. تخيل الزماكن كقماش مطاطي ضخم، ضع عليه كرة ثقيلة كالشمس، سينحني القماش وستنزلق الكواكب داخله، ليس لأن هنالك خيطا يسحبها، بل لأنها تتحرك على مسار منحني طبيعي. لكن الأمر المدهش أن الانحناء لا يخص المكان فقط، بل الزمن أيضا. بمعنى آخر، حين تنحني أبعاد المكان فإن عقارب الساعة تنحني معها. خذ ساعتين متطابقتين، ضع واحدة في قمة جبل والآخرة في واد عميق. قد تظن أن الأمر سخيف، لماذا تختلف قراءتهما وهما متطابقتان؟ لكن الحقيقة أن الساعة في الوادي حيث الجاذبية أقوى ستدق أبطأ قليلا. هذا ما نسميه تمدد الزمن الجذوبي، يعني الساعة تكون في قمة الجبل أسرع بجزء من الثانية ربما من التي كانت في الوادي. بكل بساطة، كلما اقتربت من كتلة هائلة تباطأ زمنك مقارنة بزمن من هو بعيد. رائد فضاء يهبط على كوكب يدور قرب نجم نيوتروني، يمضي هنالك ساعتين فقط يجمع العينات، ثم يعود إلى مركبته في المدار البعيد ليكتشف أن سنوات كاملة قد مرت على رفاقه. هو عاش ساعات بينما الآخرون عاشوا أعواما. هذا ليس مجرد خيال علمي، إنه ناتج مباشر من معادلات أينشتاين، وقد تم تأكيده بتجارب على الأرض. ربما تقول هذا جميل، لكن بعيدا عنا، فما علاقتنا نحن بذلك؟ الحقيقة أن تمدد الزمن الجذوبي يرافقنا في كل لحظة من حياتنا حتى لو لم نشعر به. خذ مثالا الأقمار الصناعية لنظام الGPS. هذه الأقمار تدور على ارتفاع كبير حيث الجاذبية أضعف قليلا من سطح الأرض، وبسبب ذلك تمر ساعتها أسرع من ساعتنا بجزء صغير من الثانية كل يوم. قد تضحك وتقول: وما المشكلة بجزء من الثانية؟ لكن لو لم نصحح هذا الاختلاف وفق معادلات النسبية لكانت إحداثيات الGPS تخطأ مئات الأمتار يوميا. تخيل أن هاتفك يرشدك إلى مطعم فيأخذك إلى مبنى آخر في الشارع المقابل. طبعا هذا الشيء صاير وياي. خليت نقطة على الGPS ورحت لهذه النقطة، شفت انه مكان هذا البيت يختلف عن المكان اللي وصلنا الGPS، اختلاف جذري، يعني ما ودعني لنفس المكان اللي خليت بيه النقطة او نفس البيت اللي اريده. ممكن هذا بسبب النسبية، ولان خرائط الGPS تكون ما معدلة بشكل صحيح وفق معادلات النسبية. المهم نكمل مقطع، أي أننا نستخدم تصحيحات النسبية يوميا دون أن ننتبه. بدونها لانهارت التكنولوجيا الحديثة التي نعتمد عليها. تخيل أنك اخترت العيش قرب ثقب أسود هائل. يوم واحد عندك قد يعادل مئات السنين عند أهل الأرض. سترى البشرية تتغير، حضارتها تنهار، وأجيال تتعاقب، بينما شعرك لم يشب بعد. لكن الثمن قاسٍ. ابنك الذي تركته طفلا قد تراه رجلا مسنا بعد عودتك،
من تحبهم لن تنتظرهم لأن الزمن خانهم لصالحك. الآن تخيل أن هنالك مستعمرة كاملة قرب نجم نيوتروني، سكانها يعيشون زمنا مختلفا عن بقية الكون. بالنسبة لهم التقدم العلمي خارج مستعمرتهم يحدث بسرعة صاروخية، قد يعودون ليجدوا أن حضارتهم تأخرت قرونا عن بقية البشر. هل يمكن أن يكون هنالك بالفعل كائنات أو حضارات في الكون تعيش بهذا الأسلوب؟ حضارات بطيئة الزمن لا تزال في عصرها الحجري بينما الكون من حولها قفز قرونا للأمام. تمدد الزمن الجذوبي كشف أن الزمن ليس مطلقا، لا يوجد وقت واحد يسير للجميع بنفس السرعة، بل لأن الزمن مرتبط بالمكان بالجاذبية بالحركة. هذا غير رؤيتنا للكون جذريا، فالثقوب السوداء لم تعد مجرد أجسام تبتلع الضوء، بل مصانع تعصر الزمن. الكون المتوسع يعني أن الأزمنة في أجزائها المختلفة ليست متساوية، وحتى فكرة السفر عبر الزمن لم تعد مجرد حلم، بل احتمال رياضي قائم. الأعمق من ذلك، إذا كان الزمن يختلف من مكان لآخر، فهل يعني أن الماضي والمستقبل ما زالا موجودين؟ ربما نحن فقط نمر على مقاطع من نسيج الزماكن، مثل قارئ ينتقل بين صفحات كتاب، لكن الكتاب مكتوب بالفعل وموجود. لقد اكتشفنا اليوم أن الجاذبية لا تشد الأجسام فقط، بل تشد الزمن نفسه. الساعات ليست متساوية في كل مكان، والدقائق لا تتشابه عند الجميع. الزمن ببساطة ينحني. والسؤال لك الآن، لو كان بوسعك أن تعيش قرب نجم ضخم حيث يمر الزمن ببطء شديد، هل ستقبل بأن ترى المستقبل البعيد بينما كل من تحبهم يذوبون في الشيخوخة بعيدا عنك؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك لمتابعة الحلقة القادمة من أسرار النسبية.